السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، يعود علينا وعليكم الأيام بخير. عيد فطر مبارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم بقى في الكفر الجميل ده؟ ده كفر قطيفة من القماش القطيفة اللي مش بيمط. عملناه للركنة، هي كانت عايزة الجسم بس مش عايزة الشلت ولا الظهر. وعملنا من الجاكار الكنبة الجميلة دي وكرسي السفرة ده. يا رب ينال اعجابكم. ده كده الكفر القماش القطيفة، هو مفهوش اي مطة، فده اضطرينا ان احنا نقص على الركنة نفسها. الركنة دي مكونة من 4 كنبات. تمام. انا اول حاجة عملتها الدوران الكلي للكنبة بتاعتي، ما عدا الجزء الامامي اللي هيركب فيه الكورنيش. انا وصلتهم ببعض من ناحية البرسل بالشكل ده كده. حطيت طبعا الوش على الوش. تمام. قست العرض الكنبة. احنا خدنا المقاسات الركنة دي مع بعض قبل كده. تمام. وصلتهم ببعض بالشكل ده. تمام كده للنهاية. تمام. عرض القماش بتاعي هو عرض الكنبة، والدوران هو الدوران الكل لحد المقعد فقط. تمام كده. هوريكم شكلها. تمام. هاجي بقى عند الحرف البرسل، برضو بخلي الحرف البرسل هو عند الحرف بتاع المقعد بتاع الركنة. ده اللي هركب فيه الكورنيش بتاعي. الكورنيش بتاعي انا قصيته 31 سنتي كعرض. تمام. هحط الوش على الوش برضو اول 20 سنتي، مش بعمل فيها اي كسر. ممكن تعمليها كالونات، ممكن تعمليها كسر حسب ما انت عايزة. الاتنين بيبقى شكلهم لطيف. القماشة دي جميلة جدا. هي عرض واحد وفيها تطريزة منها فيها كده، بس مشكلتها ان هي ما فيهاش مطة، فهتضطري تقصي على الجسم نفسه. تمام. الجاكار حلاوته اللي احنا بناخد المقاسات من بعيد ونقفل، ولو حد عميل بعيد عليك يعني. تمام كده. هعمل الكسر زي ما انتوا شايفين كده بقيمة صباعين. هعمل كل الكسر بنفس الطريقة. هو سهل خالص، مفهوش اي حاجة. هكمل بنفس الطريقة. شايفين انا الحرف بتاع الكنبة هو اللي هينزل منه الكسر، وده الدوران الكلي. تمام كده زي ما واضح قصادكم. الدوران الكلي الوصلة هتبقى من ورا، الوصلة اللي احنا وصلناها البورسل في البورسل بالشكل ده كده. ولازم اعمل زيادة من تحت عشان التاني. تمام. شايفين انا سايبة مساحة زيادة ازاي؟ لازم المساحة دي عشان لما تيجي تقص الدوران بتاعك من جوه كده عند الايد. تمام. ودي مساحة. شايفين هنا حاطة ايدي قيمة صباعين. لازم تدخلي الدخلة دي كده، والدخلة دي هتكسريها وانتي بتخيطي، هتكسريها كسرة كده وانتي بتقفلي في بعض القماش. تمام. لازم عشان القماش يبقى مرتاح معاكي والخياطة ما تفكش. بعمل بقى بالمارك بتاعي كده، اعلم علامات عند المقعد واقص. وبرضو عند الايد لازم احشرها كده، لازم تبقى محشرة الايد كده لجوه كده. وهعمل علامات بتاعتي وهقص. تمام كده. هيبقى فاضل معايا الايد فقط، والجنب اللي مش هيبقى فيه كورنيش ده كده. الجنب هي بايد واحدة، كنبة بايد واحدة. تمام. قصيت الجنب بتاعي برضو العرض 31. تمام. وهقص هنا. شايفين المراية بتاعتنا اللي في الجنب دي برضو هقصها بنفس الشكل. بصوا علمتها بالدبابيس بتاعتي، قفلتها عشان تبقى سهلة عليا اروح على المكنة اقفلها على طول. قفلت الجسم كله كده. وادي الايد بتاعتي، خدت الدوران الكلي للايد. تمام. الدوران الكلي للايد من ورا لحد المقعد جوه. تمام. والعرض بتاعي لازم يبقى وافي معايا. برضو هرسمه بالمارك وهيتوصلوا ببعض ويتخيطوا. شايفين ادي ريحة القماش بتاعي. وهعلم بقى بالمارك بالشكل ده كده. تمام. وهقص الزيادة دي. قفلتها بالدبابيس برضو عشان يبقى سهل عليا لما اجي اقفل على المكنة. هو سهل خالص وجميل وبيطلع الشكل النهائي. وعملت المراية بتاعتنا. اقفل بقى كل ما امشي خطوة اشيل الدبوس بتاعي وايه واقفل بالخياطة السنجل بتاعتي. تمام. وما تنسوش التكاية اللي قلتلكوا عليها بتاعة المقعد، الكسرة اللي قلتلكوا عليها نكسرها صباعين كده لجوه.
دي بتقفليها تمام كده مع المراية بتاعتك ومع الجنب. هقفله بكل سهولة مطرح الدبابيس اللي انا عاملاها، او بالمارك اللي انت رسمتيه، مفيش مشكلة اللي يريحك، بس شايفة ان انت تساعدي نفسك بالدبابيس افضل واسهل عشان ما تتوهيش لما تيجي تقفلي. لان المنجدين ساعات بيبقوا واخدين اصلا الركنة عندهم ويعملوا عليها على طول ويقفلوا على المكنة على طول. تمام كده، هو سهل خالص، ما تستصعبيش اي حاجة. اي عميلة تطلب منك اي حاجة ما تستصعبهاش، كل الامور بسيطة وسهلة. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ونذكر بعض بدعاء سيدنا ادريس: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هقفل بقى المراية بتاعتي وهقفل الجناب. بقى انا اول حاجة عملتها هو الجسم الدوران، وعملت الكورنيش بتاعي، سهلت على نفسي. كان فاضل لي الايد والجنب، وباقي الكنب في كنبة من غير ايد خالص اتقفلت بكل سهولة برضو بنفس الطريقة، الدوران مع الكورنيش، واتقفلنا الجناب. والكنبة من ايد يمين وايد شمال بنفس الطريقة اللي عملت بيها الكنبة دي. تمام، عملت لها المراية وعملت لها دوران الايد وعملت لها الجنب اللي مش هيبقى فيه كورنيش. ده كده الجنب. تمام، هقفله برضو دايما ما يدور مع المراية بتاعته بكل بساطة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واستفدتوا من التكات اللي قلتلكوا عليها، وازاي تبدأي القص بتاعك. تمام، هي العميلة هنا كانت طالبة مني ان انا اعمل لها الكفر للجسم فقط، ما كانتش عايزة للشلت ولا للخدوديات بتاعة الظهر عشان التكلفة ما تزيدش، لان كان هيسحب قماش اكتر. بس احنا لو كنا غطينا الشلت كان هيبقى افضل بكتير. ده شكل المراية بعد ما اتقفلت، شايفين الجمال؟ تقفيل نضيف، نعمله اوفر. وادي الجنب بتاعي مع الامام اللي فيه الكورنيش، وبكده هتكون الركنة خلصت معايا. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. هيكون فاضل بس التانيين ديل فقط، الحروف يعني بتاعتي، وخلاص على كده تانية جوه تانية. حبايبي فضلا وليس امرا، لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو يا ريت ما ننساش اللايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه وحاسين انتوا استفدتوا يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله، وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفاد. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله حبايبي، وكل سنه وانتوا طيبين. مع السلامه.